السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة حدوتة جديدة، ما تنسوش تضغطوا لايك ويلا بينا على الحدوتة. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في زمان بنت اسمها يارا. يارا كانت بنت جميلة ورقيقة ومؤدبة، لكن عيبها الوحيد إنها بتحب السهر ومش بتنام بدري. طول الصيف بتفضل سهرانة طول الليل ومش بتنام غير لما النهار يطلع والشمس تظهر. مامتها كلمتها كتير إن كده غلط، لأن ربنا خلق الليل علشان ننام فيه، وخلق النهار عشان نشتغل فيه ونخرج ونعمل كل اللي احنا عايزينه. لكن يارا كانت على طول تقول لمامتها: انا مش بحب النوم ده، عايزة اسهر طول الليل العب واتفرج على التلفزيون لحد ما الشمس تطلع وتنور الدنيا ابقى انام. لما قربت اجازة الصيف تخلص وتبدأ الدراسة، مامة يارا طلبت منها إنها تظبط نومها، عشان كده مش هينفع، لأنها في المدرسة لازم تصحى بدري وتنام بدري. لكن يارا رفضت تسمع كلام مامتها وفضلت تسهر برضو بالليل. والصبح لما مامتها تيجي تصحيها علشان تروح المدرسة، كانت تفضل تصرخ وتعيط لأنها بتبقى مش قادرة تقوم من النوم، لأنها ما بتبقاش لحقت تنام أصلا. مامتها بتقومها بالعافية وتلبسها وتوديها المدرسة، وأول ما توصل الفصل بتاعها تروح حاطة دماغها على الديسك بتاعها وتنام في مكانها. استمر الوضع على كده لفترة. لاحظت مامة يارا إن مستواها الدراسي قل بعد ما كانت متفوقة، وده لأنها بتروح تنام في المدرسة ومش بتركز في دروسها. يارا كمان اتضايقت جدا من نفسها لما لقت أصحابها كلهم أشطر منها وبيركزوا في الشرح مع المدرسة وبيجاوبوها معاها. مامتها قالت لها: يا يارا يا حبيبتي، انتي السبب في اللي انتي فيه، انتي اللي بتحبي السهر، وأنا قلتلك كتير قبل كده إن ده غلط. لازم تنامي بدري علشان جسمك يستريح وتقدري تصحي الصبح من المدرسة نشيطة وفايقة وتركزي في مذاكرتك ودروسك. لأن كمان في حاجة اسمها هرمون النمو، دي اللي بتخلي جسمنا يكبر ويطول، والهرمون ده مش بيشتغل في جسمنا غير لما بننام بالليل، يعني كده انتي مش هتكبري. يارا حست بغلطها وقررت تغير نظام نومها خالص وتسمع كلام مامتها، يعني تنام بدري عشان تصحى بدري نشيطة. ولما غيرت نظام نومها بقت بتروح المدرسة فايقة ومركزة في شرح دروسها، وبقت متفوقة زي زمان. ووعدت مامتها إنها هتفضل تنام بدري وتصحى بدري، مش بس في أيام الدراسة، لأ، وفي أجازة الصيف كمان إن شاء الله. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. حلوة بقى ولا ملتوتة؟ لو عجبتكم الحدوتة اضغطوا اللايك الجميل، وما تنسوش يا أصحابي تعملولي فولو، واستنوني في حدوتة جديدة كل يوم، وكمان هستنى رأيكم في الكومنتات. تصبحوا على خير.